السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معاكم فيديو جديد من قناتي دلع كرشك مع مطبخ ميدو وميزو. لو اول مرة بتشوف القناة ما تنسيش تعمل اشتراك وتفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. تنزلي تحت الفيديو وتضغطي على كلمة اشتراك الحمراء وتضغطي على الجرس وتختاري كلمة الكل عشان يوصلك اي فيديو بنزله. بصوا بقى، شايفين الحلاوة دي؟ عايزة اقول لكم شكلها يفتح النفس. هنعمل النهاردة مع بعض الفراخ الشيش المشوية بتاعة الحاتي اللي احنا بنجيبها من بره بقى. طبعا يعني بنجيبها غالية. هنعملها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، وهتكون جوسي ومستوية ولا هتبقى ناشفة ولا هتشد معاكي، وشرب بقى من التتبيلة والطعم الفحم بقى باين فيها. يعني مفيش طريقة اسهل ولا اجمل من كده، وكمان تنفع معاكي في العزومات. هتبقى حلوة جدا لو عاملة بقى حفلة شوي، هتقطعي الفراخ التقطيعة الجميلة دي، هتبقى جميلة جدا. انا جبت الفرخة كده على بعضها وقسمتها كده نصين، اللي هما الوركين على بعض، وقطعت كل ورك ل3 قطع، الدبوس لوحده والفخدة كده قسمتها نصين زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. ركزوا معايا في التقطيع علشان دي تقطيعة الفراخ الشيش بتاعة الحاتي. احنا بنجيبها من عنده، يعني مش فراخ مخلية، لا بتبقى الفراخ مشوية بالعظم بتاعها. وكمان قسمت الصدر لقطعتين، شايفين؟ السكينة بتاعتك تبقى حامية. وطبعا الفراخ بتاعتنا احنا غسلينها ونقعينها بقى بالملح والليمون والدقيق عشان يعني نضيع اي ريحة زفارة، وكمان التتبيلة اللي احنا هنعملها مش هتخلي اي ريحة للفراخ. وشطفناها كويس وصفناها. اهم حاجة ان احنا ننشفها، انا كنت بنشفها بمناديل. سبتها تتصفى وقعدت انشفها كده بمناديل. وكمان الصدر، بصوا اهم حاجة نركز في التقطيعة، انا جايبه لكم التقطيعة المظبوطة. شايفين؟ يعني انتوا لو عملتوا الفراخ دي هتدمنوها. طبعا الفراخ واسعار الاكل دلوقتي بقى بقت غالية جدا طبعا، علشان الاسعار كلها مولعة نار. وكمان جودة الاكل ما بقتش يعني احسن حاجة. فما فيش احسن من انك تعملي كل حاجة كده في البيت بنظافة. جايبة بقى فراخك زي ما انتي عايزة، مضمونة، وغسلاها ونقعاها ومتبلاها بقى شاربة في التتبيلة زي ما انتي عايزة. وواثقة في الحاجة اللي انت هتعمليها، واثقة في نظافة ايدك، واثقة في نظافة مطبخك. يعني مش عارفين اللي لامس الحاجة بره ده يعني ايه الدنيا معاه. طبعا هي ارزاق وربنا يحلل كل واحد زاده، بس انا واحدة من الناس ما بترجحش الاكل بتاع بره او المصنعات او اللحوم المصنعة نهائي. احسن حاجة ان احنا نعمل الحاجة في البيت بايدينا وبنظافة، وتبقى كده الحاجة مضمونة، لان يعني الحاجة الايام دي ما بقتش كويسة. طبعا انا قطعتها زي ما انتوا شايفين، وركزنا في التقطيعة كويس جدا. شفتوا انا قطعت الصدر ازاي والورك ازاي وكل حاجة لكام قطعة. طبعا انا قطعتها وركنت بقى هعمل التتبيلة. طبعا التتبيلة بتاعتنا مفيش اسهل ولا اجمل من كده. عندي في الكبة او في الخلاط، او لو هتبشري زي ما انت عايزة المتوفر عندك اعمليه. حطيت بصلاية كبيرة وواحدة طماطم كبيرة، وملح وفلفل اسود، ومعلقة من المستردة، ومعلقة من الكاتشب، ومعلقة من الخل علشان الخل بيطر الأنسجة معايا، ومعلقة كمان من العسل النحل. ضربتهم كده مع بعض، وهحطهم بقى على الفراخ واغلف الفراخ بالتتبيله دي كويس جدا. عايزه اقول لكم التتبيله دي ريحتها تحفه. حابين تستغنوا عن المستردة والكاتشب زي ما انتوا عايزين، تكتفوا بالطماطم والبصل بس، هتبقى معاكم زي الفل. انا بغلف كده الفراخ بتاعتي وهسيبها بقى في التلاجة، يعني ممكن ليلة ساعتين زي ما انت حابة، بس يستحسن لو انت هتعمليها مثلا من بالليل. طبعا جهزت الشواية بتاعتي، وهبتدي كده احط الفراخ تتشوي، رصيتها كده على الشبكة، وبالفرشة بقى وانا بشوي احطها في التتبيلة واطلع كده اسقسق الفراخ وهي بتتشوي. ده بقى بيحافظ عليها ان هي ما تتحرقش، وكمان بتفضل طريه مش ناشفه ولا بتشد معاكي. ما تحسيش كده ان انت بتاكلي حاجه يعني ايه عامله زي الكاوتش، لا هتطلع تحفه. بصوا شايفين الجمال؟ واخده لون ملوش حل، جميلة جدا ما شاء الله. يعني جربوها. الفيديو يعني الوصفة سهلة وبسيطة وما فيهاش اي حاجة. بصوا بفتحها لكم من جوه عاملة ازاي، وما بتشدش ولا اي حاجة. بصوا انا بفتح لكم كذا جزء، بس هي سخنة جدا، يعني انا مش عارفة المسها علشان هي لسه بتتشوي كمان. شايفين؟ وطبعا بتقدميها في النهاية زي ما انتوا شايفين كده. ان شاء الله كده تجربوا الوصفة، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير.